تفكير 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 تفكير. فكر ما تتبع غير، فكر هذا مصير، فكر العقل ينير، فكر تلقاه الخير. احذر ما تفرط فيه عقلك، لا لا ما تخليه. ربك وصانا بيه، اقرا توصلنا ليه. تفكير 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 تفكير. فلان خنب، جيبوه قصوا ايده. الاجتهاد مع النص، ربي قال فاقطعوا ايديهما. خلاص ما عاد شي كلام. زعم هالحكاية بهالبساطة سيدنا عمر بن الخطاب اللي لقب بالفاروق، اللي ما يجاملش وما يخافش في الحق، علمنا درس كبير وكبير هلبة: الاجتهاد في فهم النص وبعدين تطبيقه. في ايام حكمه صارت مجاعة والدولة ما عادش قدرت توفر لا ماكلة لا خدمة، فشدوا ناس يخنبوا وجو بيقطعوا يديهم. عمر بن الخطاب قال لهم لا، ما حدش يقص يد حد. بدون ناس يقولوا ابن الخطاب عطل آية من آيات القرآن. كيف صار أمير المؤمنين يعطل آية؟ القصة مش هيك بكل. القصة أن عمر بن الخطاب الفقيه الورع صاحب رسول الله اجتهد في فهم النص. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله قال السارق والسارقة، وهذه عند علماء اللغة جت على وزن اسم فاعل، يعني اللي ديما يخنبوا لأن ولد صنعتهم الخنبة، وهذا ما ينفعش فيهم علاج إلا القص. كان ربي يبينا نقصوا يد أي واحد خنب، راهو قال من يسرق فاقطعوا يده، وهذه ما قالهاش. سيدنا عمر بن الخطاب علمنا أن تطبقوا الآية لما نلقوا خناب. نديروا له أول حاجة بحث اجتماعي ونشوفوه علاش خنب. لو جعان ومحتاج نحلوا له مشكلته، ولو يبي دواء نوفروا له، لو عليه دين نخلصوه له ونسجلوه عليه مرة، وهيك في كل مرة لين يوصل لمرحلة إن هذا السارق صاحب صنعة مش محتاج. الدولة قبل ما تعاقب لازم توفر حياة كريمة للناس، ما علاش اسمها دولة. هذا مش معناها اخنب، هذا معناها إن كل واحد فينا يعرف دوره، وما نكذبوش على شرع الله اللي كل واحد يفصل فيه على قياسه. نتلاقوا على الخير مع تفكير.